السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الغاليين اخواتنا الصغيرين. معادنا ان شاء الله النهارده في حل واجب يونت 1 بارت 2 ثانية ثانوي. يونت 1 بارت 2 ثانية ثانوي. خلي بالك اليونت ده سهل بس الكلمات فيه تحس ان كده ان هي جديدة واول مرة تشوفها، بس سهلة والله بجد المرة دي فعلا سهلة. يلا بينا يا عم نبدأ يا عم. يلا بينا يا سيدي نبدأ. بسم الله الأول قبل ما نبدأ. طيب أول حاجة هنا بقول لك هل انا لازم اترجم السؤال كله عشان اعرف احل اصلا يا جماعه؟ كنت بقول لك لا طبعا مش لازم. اعرف بس السؤال بيتكلم في ايه، يعني افهم السؤال كلمه كلمتين تترجمهم في السؤال، بعد كده انت تختار الاجابه اللي لايقه من فوق. طب دي نقطه. تاني حاجه الاجابات اللي احنا ما خدناهاش يبقى مش هي دي الاجابه، يعني انا مثلا عندي 4 اجابات، في اجابتين ما خدتهمش مش دول الاجابه اصلا. طب انا هنا بقول لحضرتك يا بسم الله The new software البرنامج الجديد will significantly يعني بشكل ملحوظ انا مش عارف معناها والله، حتى لو مش عارف معناها مش فارقه. يا ترى البرنامج الجديد سوف ايه؟ the efficiency معناها كفاءه of our data يا جماعه اللي هي المعلومات. البرنامج ده يا جماعه اي برنامج هيعمل ايه في كفاءه المعلومات؟ هيعمل فيها ايه يا جماعه؟ طبعا enhance. يعني كلمه enhance يا جماعه يعزز او يقوي. عارف كلمه حاجه بتعززه بتقويه، يعني بتزوده. فبس فطبعا هي هتعزز كفاءة المعلومات بروسيسنج اللي بيتعمل لها عملية تجميع المعلومات، يعني فاهم حاجة؟ بس تحتيها سيفير كلمة مهمة قوي. سيفير شد لي منها سهم واكتب شديد أو قاسي. وعندي لفظ اسمه دراوت. دراوت دي مهمة جدا 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 جدا. عكسها فلد. فاكرين فلد كانت معناها ايه؟ فلد كانت معناها ايه يا جماعة؟ فيضان. دراوت بقى جفاف. دراوت معناه ايه يا مستر؟ جفاف. ممكن تنقل الكلمات دي عندك عشان خاطري؟ الجفاف يا جماعه كان ممكن ديفاستيت، يمكن يعمل ايه في الاجابات دي كلها؟ الجفاف اصلا الشديد ليه علاقه بايه من الاجابات دي؟ طبعا هو اكيد حتى بقول لك هنا leading to هيؤدي الى food shortage. يعني كلمه food shortage نقص الطعام. حاجه فيها طعام وجفاف، يبقى اكيد الموضوع له علاقه بايه من الاربع اجابات؟ المحاصيل. طب يعني المحاصيل كروب. 3 farmers المزارعين were pleased with كانوا مبسوطين with this year's نقط. لا طبعا ولا اجابه من دول تبقى كلمه crops محاصيل. هشرب بس الحرف الاس. المزارعين كانوا مبسوطين جدا بمحصول هذه السنه which were higher اللي هو كان أكتر مما توقعه. higher than معناها أعلى من expected المتوقع. الإجابة الصح هنا طبعا تبقى كلمة crop. 4 the charities نقط ال A بتاع الجمعية الخيرية. charities معناها جمعية خير. ال A من دول بتاع الجمعية الخيرية يا جماعة aid program برنامج المساعدة، ودي موجودة في الكلمات. aid معناها مساعدة. الايه البرنامج المساعده الايه بتاع الجمعيه راندوم معناها عشوائي. في حاجه اسمها برنامج مساعدات عشوائي للجمعيه؟ لا. طب في تارجتد يعني كلمه تارجتد مستهدف. يعني كلمه اوفرول بشكل عام. unfocused اصلا معناها مركز. طب عكسها بقى غير مركز. طيب برنامج المساعدة The Charities نقط Aid Program برنامج المساعدة يا إما المستهدف أو بشكل عام. Focused ركز، بقول لك هو ركز. Specifically أنا آسف جدا. Specifically معناه بشكل خاص بشكل محدد on helping على مساعدة orphaned children. بالمناسبة كلمة orphaned معناها أيتام. يبقى اذا بقول لك ده هو ركز على حاجه معينه مش عارف ايه الكلام ده كله. يبقى ده كده برنامج مساعده ايه؟ بيستهدف شيء معين، مستهدف الفئه دي، فئه الايتام. targeted. بعديها the invention الاختراع of the telephone بتاع التليفون كان ايه؟ طبعا كان ايه in human communication في التواصل البشري. كان ايه يا جماعه؟ كان علامه فارقه مايلستون طبعا. 6 ذا ستاديوم حلو قوي. الاستاد was filled to كان مليء لغايه ايه؟ او مليء ايه؟ كمل الجمله. with every seat كل كرسي
every seat taken كل كرسي تم اخذه او تم حجزه for the final match الماتش النهائي. بقول لك كل كرسي كان محجوز خلاص. يبقى هنا الاستاد كله كانت الساعه بتاعته مليئه كلها الساعه حجمه مليء جدا. بقول لك كل كرسي اتاخد خلاص. ففين الكلمه هنا اللي ليها علاقه ينفع احطها في السياق ده؟ تحطها في كلمه الاستاد كل كرسي كان متاخد، اللي هي طبعا كلمه كاباسيتي. يعني كلمه كاباسيتي يا جماعه حجم او سعه او طاقه انتاجيه. 7 ال A between the two research teams. هنعمل خط كده. ال A بين فريقين من the two research فريقين البحث. فريقين البحث. طب يا مستر ايه اللي من دول ينفع ليه علاقه بين كلمه فريقين البحث؟ التعاون ما بين الفريقين. يعني كلمه تعاون collaboration. 8 the companies ايه في السؤال ده؟ الايه بتاع الشركه ريبورت معناها تقرير. التقرير الايه بتاع الشركه showed an increase اظهر زياده in profits في الارباح. ايه بقى اللي اظهر زياده في الارباح؟ التقرير الايه؟ باينه قوي في حاجه اسمها تقرير حيوي، تقرير مستدام، تقرير متعدد. لا تقرير annual يعني كلمه annual يا جماعه سنوي. تحتيها بقول لك not reading in children في الاطفال، حاجه القراءه في الاطفال. طيب اذكر القراءه في الاطفال او استشهد بقراءه في الاطفال. deliver معناها يقدم، في حاجه اسمها قدم القراءه في الاطفال، ولا foster دعم القراءه في الاطفال. دعم القراءه فين هنا يا جماعه؟ في الاطفال. في الاجابه الاسلم هنا طبعا كلمه foster. 10 the نقط of the new hospital الايه بتاع المستشفى الجديد. كنت بشرب قهوه. الايه يا جماعه بتاع المستشفى الجديد والامبروف هيحسن medical access. يعني كلمه medical اصلا طبي، access معناها تصريح. معناها ايه يا جماعه هنا؟ تصريح او الدخول، تصريح بالدخول. حاجه اسمها الاكسس لو الكارت ده بيديني اكسس انا اخش في اي حته. اوكي فور ايفري ون لكل شخص. الايه بتاع المستشفى الجديد يا جماعه هنا هيحسن الميديكال اكسس. هنا يا جماعه اقرب اجابه ممكن تقدر تحطها وهي طبعا كلمه امباكت. يعني لفظ امباكت اثر. الاثر بتاع المستشفى الجديد او التاثير بتاع المستشفى الجديد ايه هو بقى؟ والامبروف هو ده اللي هيحسن تصريح الدخول لاي واحد في المجال الطبي. اي حد فور ايفري ون لكل شخص في عنده بمعنى اصح ميديكال اكسس. يعني كلمه ميديكال اكسس اللي هو التصريح بالدخول. 11 ذا سوفت وير البرنامج. ذا سوفت وير ابديت تحديث البرنامج is designed to معناه مصمم لكي. تصميم البرنامج ده يا جماعه او البرنامج ده هو مصمم لكي ايه؟ ذا يوزر اكسبيرينس تجربه المستخدم. يوزر هنا معناه مستخدم. عشان يعمل ايه يا جماعه؟ عشان اكيد امبروف يحسن تجربه المستخدم. الابديت اتعمل عشان كده. 12 the country's transportation وسائل المواصلات بتاعت البلد ايه؟ includes بتشمل الطرق والكباري والسكك الحديديه. ولا اجابه من دول طبعا، ولا اجابه من دول. الاجابه السليمه كلمه بنيه تحتيه infrastructure. انقلها عندك. يعني ايه infrastructure؟ بنيه تحتيه. مستر هو المقصود بكلمه بنيه تحتيه دي الحاجات تحت الارض؟ لا مش مقصود حاجات تحت الارض. الطرق، الكباري، الانترنت، الشبكات، الكهرباء، الغاز، الميه، كل دي حاجه اسمها بنيه تحتيه. بنيه ايه تحتيه؟ فبقول لك هنا وسائل المواصلات ايه؟ بقول لك الايه بتاع وسائل المواصلات بيشمل الطرق، الكباري، والريلويز. انا عارف ان انت ممكن كطالب عايز تقول لي كلمه كولابوريشن. تعاون وسائل المواصلات بيشمل، مش منطقيه الجمله. تعاون وسائل المواصلات بيشمل الطرق والكباري والريلويز. يعني لو هتعامل بالاجابات اللي انا حاططها لك دي غلطه مني انا، تبقى كولابوريشن ماشي. ولكن لا، لو انا عايز اجابه اقوى انفراستراكشر دي هتبقى اقوى. لو موجوده اختارها، مش موجوده كولابوريشن طبعا. 13 ذا بيفرز ده يا جماعه حيوان كده شبه القنفذ شويه، بس هو طويل شويه وعنده شعر كده زي القنفذ. البيفرز دول بنوا ايه ذات كرييتد صنعوا بيها a large pond. عارفين بوند اصلا معناها ايه؟ بوند بركه ميه، بركه كبيره. بركه بوند معناها بركه كبيره in the forest في الغابه.
في ميه اتكونت في الغابه، يبقى كان قله بنى من الاجابات دي، فده عمل ميه قله بنى. يا ترى انهي حاجه من دول لها علاقه اصلا بالميه؟ ما هنا بوند معناها بركه ميه كبيره، طبعا الاجابه هنا دام اللي هي معناها ايه يا جماعه؟ سد. 14 the not sector. sector معناها قطاع. القطاع الايه من الاجابات ده؟ employees معناها بيوظف. a large portion كميه كبيره من population the country's population السكان يعني بمعنى اصح بتوع البلد. المهم ان في السؤال ده في كلمه in farming في الزراعه يبقى هنا القطاع الايه؟ الزراعي agricultural. 15 the heartfelt conversation المحادثه اللي هي كانت من القلب دي help to ساعدت ان هي ايه؟ their friendship صداقتهم والثقه. ساعدت ان هي ايه يا جماعه؟ هنا تعمق deepen. يعني كلمه deepen يا جماعه؟ يعمق. يعني ايه كلمه يعمق يا مستر؟ يعني بقت الحاجه طالعه من قلبنا قوي 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 قوي، مش مجرد لسه متعرفين على بعض. فهمت؟ مش حاجه اسمها طبعا اطلقوا صداقتهم ده ولا لخصوا صداقتهم، مش منطقيه يعني، خليك ذكي. The program البرنامج seeks to. يعني ايه كلمه seeks to يا جماعه؟ معناها يسعى الى. البرنامج بيسعى الى ايه؟ cultural understanding تفاهم زراعي بين البلدين. nations معناها أمة أو بلد، بين البلدين. البرنامج بيسعى إن هو يعزز التفاهم الزراعي بين البلدين. أنا تعبت. ماشي. فوستر. ماشي يا مستر. الإجابة تاني لو جينا في كلمة 17 good إيه؟ يا ترى إيه الجيد؟ is essential سجل لي عندك المعنى ده. ضروري. يا ترى الإيه جيد؟ ضروري for a long and happy life لحياة سعيدة وطويلة. حياة سعيدة وطويلة محتاجة good health صحة جيدة. الصحة إيه هنا يا جماعة؟ جيدة. تحتيها the new policy السياسة الجديدة. policy معناها سياسة أو سياسات. السياسة الجديدة. السياسة الجديدة سوف إيه؟ the entire organization المنظمة بأكملها. سوف إيه المنظمة بأكملها؟ سوف بص لو على الإجابات اللي موجودة دي progress هي اللي هتبقى الإجابة. يعني كلمة progress يا جماعة تقدم ويتقدم أو يقدم بمعنى أصح. ده لو على الإجابات الموجودة. بقول لك السياسة الجديدة سوف progress سوف تقدم يعني هتخلي حاجة تتقدم. فاهم حاجة؟ هتخلي حاجة تتقدم. سوف تقدم the entire organization المنظمة بأكملها. ولكن لو عايز إجابة أدق شوية فتبقى transform. يعني إيه كلمة transform يا جماعة؟ تحول المنظمة بأكملها. المنظمة بأكملها. entire معناها كلها أو بأكملها. فالسياسة الجديدة سوف progress معناها تقدم يعني معناها إيه؟ مش بتقدم حاجة لحاجة، بيخلي ده يحصل لك تقدم. انت فاهم؟ بيخلي يحصل تقدم. فعل progress على فكره ليها نطقين، مره noun ومره verb. اوكي؟ فبس هي ليها معنيين تقدم ويتقدم، بس هي هنا الاقوى تبقى طبعا كلمه transform، لكن على الاجابات الموجوده دي progress. 19 the new law. يعني كلمه the new law القانون الجديد سوف ايه؟ the lives of حيوات ملايين من الناس for the better إلى الأفضل. المفروض أنا كاتبة كلمة for the best بس ماشي. القانون الجديد سوف إيه؟ حيوات ملايين من الناس سوف تشجع حيوات كثير من الناس؟ لا. طيب مستر سوف تذكر حيوات جمع أو حياة ملايين من الناس؟ لا. سوف إيه؟ deliver تقدم أو تدفع. deliver برضه ليها معنى اسمه تدفع، موجودة في ثالثة ثانوي على فكرة. تدفع حيوات ملايين من الناس إلى الأفضل. تدفعهم إلى الأفضل. عارف كلمة يدفع إلى الأفضل؟ هي دي deliver. طيب ليه مش impact يا مستر؟ يعني إيه كلمة impact؟ عايز أقول يا مستر يعني إيه impact؟ impact تقول لي معناها تأثير، مش معناها يؤثر على فكرة. impact معناها تأثير، واللي هنا أنا عايز بعدها فعل مصدر فعل، لكن impact دي noun فمش تنفع. مش هينفع أقول القانون الجديد سوف تأثير، لا أنا عايز يقول لي يأثر على.
بالك لو كان في كلمة عندي مثلا زي كلمة influence كنت أقول لك صح. يعني إيه influence يا جماعة؟ يؤثر على. طيب 20 we must نحن يجب إيه our infrastructure البنية التحتية المفروض نعمل إيه؟ نقويها strengthen نقوي. The government الحكومة plans to بتخطط إن هي إيه؟ investment الاستثمار in renewable energy في renewable energy projects مشاريع الطاقة المتجددة. الحكومة بتخطط ايه يا ترى من دول في الاستثمار مشاريع الطاقة المتجددة؟ بوست طبعا تعزز او تنمي او تقوي. 22 the patient المريض was rushed جري بسرعة was rushed معناها كان مستعجل to the hospital للمستشفى. ليه بقى يا ترى؟ اكيد طبعا for medical attention يعني عشان الطبي انتباه طبي يبقى بالنسبة له medical attention. 23 burning حرق ايه such as coal معناها فحم سجلها لي عندك. releases اكتبها لي عندك يطلق carbon dioxide غاز ثاني اكسيد الكربون. ايه اللي من الاجابات ليه علاقه بالفحم وغاز ثاني اكسيد الكربون؟ fossil fuels. يعني كلمه fossil fuels يا جماعه وقود حفري. وقود ايه يا شباب؟ حفري. طيب the diplomats primary معناه اساسي. الايه الاساسي بتاع الدبلوماسي was to هو كان negotiate معناها يتفاوض. يعني كلمه negotiate يا جماعه يتفاوض بخصوص cease fire وقف اطلاق النار. انت اصلا حتى طب لو انا لسه مش عارف يعني كلمه النيجوشيت ولا كلمه السيس فاير دي اعمل ايه؟ ولا كانك شايفه. يا ترى الايه بتاع الدبلوماسي؟ يا ترى ايه مهمه الرجل الدبلوماسي؟ ينفع اقول قطاع الرجل الدبلوماسي الاساسي؟ لا طبعا المهمه بتاعته كانت ان هو يقدر يتفاوض بخصوص السيس فاير وقف اطلاق النار. 25 the museums exhibit اقصد اللي هو الناس يعني اللي بيروحوا المعارض بمعنى اصح بتاعت المتاحف. celebrate بيحتفلوا بالايه الغني بتاع الهيريتيج معناها ايرث او تراث. متحف في تراث ايه بقى من ترى من دول بقى؟ هل تراث مانيفاكتشر يصنع؟ مش منطقيه. اما التراث هنا ماله يا شباب؟ طبعا التراث هنا بيكون ماله عشان انت بتتكلم في متاحف يبقى تراث cultural. يعني كلمه cultural يا شباب ثقافي. 26 the new smartphone الايه بتاع السمارت فون نقط an advanced facial recognition system نظام تعرف facial معناها الوجه جاي من كلمة face يبقى هنا نظام تعرف للوجه متقدم. طبعا الايه بتاع السمارت فون نظام طبعا هنا لا يشير الى انفر معناه يشير الى ولا امباكتس اللي هي معناها تاثير. الاجابه طبعا كلمه فيتشرز. يعني ايه كلمه فيتشرز يا جماعه؟ بيعرض بقول لك ذا نيو سمارت فون ماله يا جماعه؟ ما فيش حاجه اسمها بالمناسبه مفيش حاجه اسمها ذا نيو سمارت فون. السمارت فون الجديد هيطلق نظام تعرف للوجه متقدم. لا دي خصائصه دي خصائص من ضمن السمات او مميزات اي سمارت فون التعرف على الوجه ده طبيعي. فما فيش سمارت فون هيطلقها دي من المميزات بتاعتها او من الحاجات اللي هي بتعرضها هي موجوده في اي سمارت فون. فالاجابه هنا طبعا كلمه فيتشرز بس لها معنى ايه؟ سمات مميزات ويعرض. سمات ومميزات وايه هنا يا جماعه؟ ويعرض. هي هنا يا جماعه كلمه يعرض على فكره. طيب ماشي يا مستر كمل. بقول لك نوت فارمنج معناها الزراعه. الايه من الاجابات دي بتيجي مع كلمه الزراعه is essential ضروريه for protecting عشان تحمي التربه. ايه من دول يا جماعه؟ طبعا كلمه sustainable. يعني كلمه sustainable صديق للبيئه ودائم. الزراعه المستدامه او الزراعه الصديقه للبيئه ضروريه لحمايه التربه. The annual music festival اللي قبل اي حاجه الايه بتاع الموسيقى السنوي وموسيقى مهرجان فيستيفال معناها مهرجان. ماشي. نقط فيولز
اسمها فوسيل فيولز. يعني كلمه فوسيل في حتى في كلمه كول اللي هي معناها فحم. يعني كلمه فوسيل فيولز يا جماعه، فوسيل فيولز يا شباب معناها وقود حفري. كمل. The teacher's mission، مهمة المدرس وسطو كانت إن هي إيه؟ a sense of curiosity، حس الفضول. عارف يعني إيه؟ وظيفة المدرس عموما إن هم إيه؟ الفضول في طلابها، في طلابها هي إن هي تعمل إيه يا جماعة؟ تثير الفضول أو تعزز الفضول، تحس الفضول، أخليك عايز تسأل يا ترى معنى الكلمة دي إيه؟ يا ترى لو حبينا أعمل مثلا أصنع صاروخ أصنعه إزاي؟ أنت فاهم؟ أنا كده كمدرس مثلا بعمل إيه؟ أنا فوستر. يعني كلمة فوستر يا جماعة يعزز أو ينمي الحس بتاع curiosity اللي هي معناها الفضول. جرب أي إجابة تانية كده مش هتلاقي نافعة خالص. 31 the new policy، فين؟ السياسة الجديدة والهاف سوف يكون لديها إيه إيجابي على air quality، جودة الهواء in urban areas، في المناطق الحضرية. خلي بالك بس من الجزئية. urban معناها حضري، عكسها rural. يعني كلمة rural ريفي. ريفي على فكرة بجد اقسم بالله والله بجد فعلا. لو اي حد سافر في حقول او اي اراضي زراعية، الهواء اللي هناك غير اللي هنا في القاهرة 180 درجة. التغير واضح قوي. عارف الجملة دي؟ واضح قوي ده بجد يعني. فالسياسة الجديدة سوف يكون لديها ايه ايجابي على جودة الهواء، تأثير ايجابي طبعا، بوزيتيف امباكت. مفيش حاجة اسمها دور ايجابي في جودة الهواء. يعني ايه دور ايجابي في جودة الهواء؟ ده منطقي. لكن تأثير ايجابي على اللي هي اون جودة الهواء. 32 الشركة continues، الشركة مستمرة ان هي ايه؟ اتس برودكت، منتج بتاعها طبعا expand. الشركة كده هتستمر ان يعني ايه كلمة expand؟ تتوسع. بالمناسبة عكسها تنكمش. يعني ايه كانت تنكمش؟ shrink، معناها تنكمش. طيب the study's findings، الدراسة findings، الحاجات اللي لقوها في الدراسة نقط a clear link معناها clear معناها واضح. فعايز اقول لك لينك واضح ما بين الدايت والصحة. بقول لك هنا الحاجات اللي طلعت من الدراسة دي ايه لينك واضح جدا ما بين الدايت والصحة. indicate، يعني كلمة indicate تشير إلى مستر. مش أنا كان عندي كلمة اسمها infer؟ أي حبيب قلبي الاتنين واحد. indicate معناها تشير إلى لينك واضح ما بين الدايت والصحة. confuse معناها يربك. في حاجة اسمها يربك لينك واضح؟ لا. disprove لا تثبت لينك واضح ما بين الدايت والصحة؟ لا طبعا، أي بني آدم عارف إن في علاقة بين الدايت والصحة. هايد معناها تخفي، مالهاش أي علاقة. فالإجابة السامة الوحيدة الموجودة عندي كلمة indicate. The president's speech، على فكرة اللي شايفين العلامة الغريبة دي المفروض تبقى apostrophe، بس البرنامج مش بيقراها يعني apostrophe. الخطاب بتاع الرئيس aimed to، أهدف إلى. عارف كلمة aim to أصلا معناها يهدف إلى. الخطاب بتاع الرئيس أهدف إلى إيه؟ A new era، حقبة جديدة of peace، للسلام. طبعا الخطاب، استنى عايز اغير اللون، استنى اغير لكم اللون هيبقى حلو والله لو اغير اللون. عايز احمر. الخطاب يا ترى بتاع الرئيس اهدف الى ايه؟ حقبة جديدة من السلام. طبعا اهدف الى اطلاق. يعني كلمة اطلاق يا جماعة؟ لونش معناها اطلاق حقبة جديدة من السلام. 35 الايه بتاع المشروع the project's not goal، الهدف ايه بتاع المشروع؟ to reduce، ان احنا نقلل الفقر. يبقى ده هدف ايه؟ ان احنا نقلل الفقر. هدف ارتستيك فني ولا هدف طويل الاجل طويل المدى؟ في هدف عندنا على طويل المدى، يعني مش هنحققه دلوقتي، لا قدام شويه. فطبعا هنا كلمه long term goal. 36 the volunteers، حلوه قوي كلمه volunteers دي، المتطوعين. برافو جدع. المتطوعين ايه؟ the relief efforts، المجهود by distributing. حلو قوي كلمه distribute معناها يوزع، كان بتساوي كلمه allocate على فكره. allocate هي كلمه
distribute معناه يوزع. طيب يا مستر، يا ترى المتطوعين ايه المجهود؟ يا ترى هل هم منعوا مجهود ولا supported دعموا المجهود ده؟ 37 appearance attitude معناها عقيدة أو فكر أو رأي. عقيدة، فكر، رأي. appearance attitude can greatly not a child's confidence. أنا عايز أعرف بس يعني كلمة confidence الأول. ثقة. ماشي. فهنا بقول لك بقى ممكن appearance attitude يعني طريقة التعامل بتاعت الوالدين ممكن بشكل كبير influence تؤثر على a child's confidence، على ثقة الطفل، تؤثر على ثقة الطفل. طيب influence معناها تؤثر على فكرة. 38 the artist الفنان استخدم recycled materials. بالمناسبة recycled معناها معاد تدويرها. الفنان استخدم معاد materials معناها مواد خام معاد تدويرها. يا ترى تو ايه؟ stunning sculpture معناها تمثال منحوت، وستاننج معناها تحفه مفيش منه اتنين. فطبعا الفنان استخدم مواد معاد تدويرها عشان ايه؟ تمثال، عشان ينشئ تمثال. يعني يمكن في حاجه اسمها يستهدف تمثال، ده منطقي. يستهدف تمثال ده يعني هيضربه. امال ايه الاجابه هنا؟ كرييت. يعني كلمه كرييت يا جماعه ينشئ. 39 نوت تشالنج معناها تحدي. يا ترى تحدي ايه من الاجابات؟ فور ذا تيم للفريق، والسكيورينج انف فاندنجز. سكيورينج معناه يؤمن، انف فاندنجز معناه تمويل كافي. يا ترى ده تحدي ايه للفريق ان هو يكون معاه تمويل كافي؟ تحدي ايه؟ ميجر. يعني كلمه ميجر هنا يا جماعه رئيسي. كمل. The solution الحل requires بيتطلب. الحل solution معناه الحل، الكلام ده مهم. بيحتاج أو بيتطلب إيه؟ approach. يا ترى إيه؟ approach معناها وجهة نظر أو منهجية from several angles. يعني إيه كلمة from several angles؟ معناها من زوايا. angles معناها زوايا، مش angels اللي هي معناها ملائكة. زوايا مختلفة. يبقى الحاجة دي مالها multiple. يعني ايه كلمة multiple يا جماعة؟ متعددة. مش انت عايزها من زوايا مختلفة؟ عارف لو عايزها من زاوية واحدة from one angle، لو from one angle كنت اختار single تبقى حاجة واحدة. لكن انا بقول لك زوايا مختلفة. الحل محتاج منهجية متعددة أو طرق تفكير متعددة من زوايا مختلفة. multiple معناها متعددة. 41 the surgeon معناها الجراح. الجراح استخدم a pioneering نقط. الجراح استخدم إيه؟ ريادي. pioneering معناها ريادي أو عظيم. استخدم إيه عظيم؟ that reduced قللت وقت الاستشفاء. recovery time معناها وقت الشفاء. عارفين الواحد اللي بيفوق بعد 10 ايام؟ لا، هو بقى استخدم طريقه عظيمه جدا. استخدم ايه عظيمه بقى من الاجابات؟ عشان يقلل الوقت بتاع من 10 ايام ده مثلا، يقلله، فاهم؟ يبقى 5 ايام بس. فهو استخدم ايه هنا يا جماعه؟ طريقه رياديه او طريقه جديده. بايونيرنج برضه تبقى جايه معنى كلمه جديد. فين كلمه طريقه اصلا؟ ميثود. يعني كلمه ميثود يا جماعه طريقه. اكيد ما استخدمش مهرجان، مش هيشغل له مهرجان يعني. ولا ريلاينس اللي هي معناها اعتماد عظيم. لا، هو استخدم شراكه. لا طبعا ميثود. 42 the countries نقط spending هنا جاي معنى كلمه انفاق البلد ايه من دول is among the highest in the world. حلو قوي السؤال ده. ايه معناه؟ انفاق الدولة الايه؟ is among the highest ما بين الأعلى في العالم. انفاق الدولة الايه؟ agricultural صح. انفاق الدولة الزراعي هو ما بين الأعلى في العالم. وانفاق الدولة العسكري military الاتنين صح على فكرة في السياق زي ده. السياق زي ده غلطة مني أنا. طب بقول لك ايه؟ هزود لك هنا كلمة about farming بخصوص الزراعة.
بخصوص الايه؟ الزراعة، يبقى agricultural بس. The research 43 البحث not a link يعني وصلة يعني فاهم؟ بين التلوث والمرض. يا ترى هنا البحث عمل ايه يا جماعة؟ هل هو لخص هنا البحث لخص لينك ما بين التلوث والمرض؟ لا طبعا. هيد معناه اخفى هو الكلام ده؟ لا. ويكن معناها بص انا كان عندي كلمه اسمها strengthen، دي انت خدناها احنا سوا. يعني كلمه strengthen يقوي، عكسها يضعف. يعني ايه يضعف يا جماعه؟ يضعف weaken معناه يضعف. فهل البحث اضعف العلاقه بين التلوث والمرض؟ امال establish معناها ايه؟ اكد واسس وانشا. اكد واسس وانشا. وعارف كلمه يبني اللي هي يبني build، ايوه هي دي. فهنا establish جاي بمعنى كلمه اكد، او اكتبها كلمه اسس او انشا او بنى او اكد. 44 The company الشركة سوف ايه its new product منتجها خط منتجها الجديد at the trade show في المعرض التجاري. trade معناه تجاري. الشركة سوف تعمل ايه يا جماعة في المنتج الجديد هنا يا جماعة؟ تقدم introduce، هي دي الإجابة السليمة. modern الايه الحديث systems have revolutionized farming. حلو، انت بتتكلم اول كده على الزراعة. طيب فيتال غلط، فاصل غلط، هتشك يا اما كلمه cultural. معناها ايه كلمه cultural؟ ثقافي. irrigation الري. حضرتك بتتكلم على الزراعه هنا، ليها علاقه بالثقافه. irrigation. the team الفريق سوف ايه the new project المشروع الجديد officially بشكل رسمي الشهر الجاي. طبعا الفريق سوف launch. يعني كلمه launch؟ يطلق المشروع الجديد. The lawyer المحامي سوف ايه several previous cases قضايا سابقة. بترجم لك اول حتة اللي انت عايزها. several معناه كثير من. المحامي سوف ايه الكثير من القضايا السابقة. سوف يذكر. يعني كلمة يذكر؟ cite او يستشهد بيه. يعني كلمة cite برضو يا جماعة بكتبها لك اهو. يستشهد بيه. 48 we need احنا محتاجين حلول ايه that will be effective هتكون فعالة. ايوه for years لسنين. يبقى الحلول دي هتكون مالها long term. ان الاهلي عندك لو سمحت. يعني كلمة long term يا جماعة؟ لفظ long term معناها ايه؟ طويلة الأجل. 49 the book الكتاب aims to يهدف إلى. الكتاب يهدف إلى إيه؟ complex principles مبادئ معقدة for a general audience لجمهور عام. هو الكتاب بيهدف لإيه؟ هل الكتاب هيهدف إن هو يطلق المبادئ المعقدة لجمهور عام؟ ولا الكتاب بيهدف هدفه إن هو summarize يلخص مبادئ معقدة للجمهور العام؟ طبعا الكتاب مفيش كتاب بيهدف ان هو يطلق مبادئ معقدة، مبادئ شرح معقدة مثلا للناس. لا، هو عاوز يلخصها summarize. geothermal power الطاقة الحرارية. طاقة نظيفة، طاقة متجددة. الطاقة الحرارية هي ايه؟ طاقة ايه؟ مصدر طاقة ايه؟ renewable طبعا. فاصل دي دايما بيجي معاها كلمة fuels، ما ينفعش. طاقة متجددة geothermal power. 51 clear communication التواصل الواضح. clear معناها الواضح. هو اكيد طبعا vital. يعني كلمة vital is vital هو حيوي او هام. vital معناه ايه يا جماعة هنا تاني؟ حيوي او هام for any international team لأي فريق دولي.
نكمل. معلش. The gallery showcases the نقط talents. خط على كلمة talents. يعني كلمة talents أصلا يا جماعة مواهب. خلاص كده؟ مواهب. يا ترى المواهب ليها علاقة بأنهي حاجة من دول؟ حتى يعكس السؤال كمان في كلمة artists أهو. يبقى هي بقى مواهب إيه؟ أكيد فنية. artistic. The debate معناها النقاش، أو يعني لو معنى دقيق قوي المناظرة. أي كلمة محتاج تعرف معناها اكتبها في كشكول عندك. المناظرة ساعدت إيه؟ The students understanding فهم الطلاب of the issue للقضية. طبعا المناظرة ساعدت ويكن إن هي تضعف فهم الطلاب للقضية، ولا تقلل، ولا deepen. يعني ايه كلمة deepen؟ تعمق الفهم، تخلي الفهم عميق. طبعا الإجابة هي سليمة. simplify معناه يبسط. مفيش حاجة اسمها يبسط الفهم للطلاب، مفيش حاجة اسمها كده. يعني في حاجة اسمها يبسط الفهم للطلاب بخصوص القضية؟ مش منطقي. 54 الايه كومباني الشركة الايه opened فتحت 3 new offices 3 مكاتب جديدة السنة اللي فاتت. فتحت 3 مكاتب، يبقى ايه اللي حصل لها من الإجابات هنا يا جماعة؟ بالمنطق كده expand طبعا توسعت. education 55 التعليم and investment والاستثمار in youth في الشباب. التعليم والاستثمار في الشباب ممكن ايه المجتمعات transform. يعني كلمة transform يحول المجتمعات for the better للأفضل. شفت انت كلمة for the better هنا ايه؟ كان في سؤال بس انا اللي كنت اتلخبطت فيه، كان المفروض الإجابة transform يحول المجتمعات للأفضل. 56 The program البرنامج aims to بيهدف إلى إيه؟ international expertise الخبرة الدولية. أكيد البرنامج بيهدف لإيه الخبرة الدولية؟ يوسع الخبرة بتاعتنا يا جماعة، الخبرة بتاعتنا تتوسع expand. narrow معناها يضيق، listen معناها يضيق، shrink معناها ينكمش أو يضيق. التلاتة لواحد. فهنا طبعا الإجابة expand. أنا بقى بتقول أنت متعصب ليه يا مش متعصب. كمل. modern irrigation الري methods. بص عايز الجمله دي عايز اخدها كده لوحدها. طرق الري يبقى methods معناها طرق الري الحديثه. هتعمل ايه في الكروب ييلد يا جماعه؟ هتعمل ايه هي ترى في المحاصيل؟ enhance طبعا. يعني كلمه enhance تعزز او تنمي المحاصيل. our goal أنا هدفنا هو إيه؟ health care. هدفنا إن إحنا deliver health care. هل هدفنا إن إحنا نتقبل الرعاية الصحية؟ لا. نستقبل الرعاية الصحية؟ لا. نجمع الرعاية الصحية collect؟ لا. يعني إيه deliver بقى مثلا؟ ندفع لقدام. عارف كلمة يدفع للأمام؟ نزقها لقدام يعني بمعنى أصح. deliver health care services اللي هي ندفع بخدمات الهيلث كير الرعاية الصحية to underserved بالمناسبة يعني كلمة rural فاكر؟ ريفي. وعلى فكرة الجملة دي أصلا موجودة في الريدنج deliver health care. حلوة أوي الكلمة دي neglect معناه إهمال. سجلها لي عندك. maintenance إصلاح. يعني كلمة maintenance الإصلاح، إهمال الإصلاح. inevitably كلمة inevitably معناها حتمي، سوف حتميا، أكيد. إيه في السؤال ده؟ neglecting إهمال الإصلاح سوف حتميا إيه؟ equipment failure فشل في الأدوات. equipment معناها معدات، فشل في المعدات. أنا عايز أقول سوف إيه؟ فشل في المعدات. داير على حرف الجر إن. طب يا مستر بص لي هنا بس بعد إذن حضرتك. أنا عندي كلمة اسمها lead to. هي لفظ عندي الكلام ده مهم. result in. الاتنين معناهم يا مستر علاء، الاتنين معناهم يا عم، الاتنين معناهم هنفضل نلعب بالألوان بقى. يؤدي إلى، وسواء lead to وهي فيها to أو result in الاتنين بيجي بعديهم إما فعل آخره ing إما noun.
يعني ده او ده الاتنين صح. يعني lead to هي result in الاتنين واحد، يؤدي الى. فانا بقول لك اهمال الاصلاح سوف اكيد ايه فشل المعدات، سوف اكيد ايه يؤدي الى. يعني ايه كلمه يؤدي الى هنا يا جماعه؟ result in. كمل. the government الحكومه plans to بتخطط ان هي ايه health care systems نظام الرعايه الصحيه هتعمل ايه هنا؟ strengthen. يعني كلمه strengthen تقوي. 61 modern techniques طرق حديثة allow for بتسمح بإيه significant معناها هام أو ملحوظ. بتسمح لإيه هام من دول؟ in food production في إنتاج الطعام، to feed عشان نطعم a growing population السكان المتزايدين، عدد السكان المتزايد، فاهمين؟ هكتبها لك اهو. عدد السكان المتزايد. يبقى الطرق الحديثة بتسمح بإيه ملحوظ في إنتاج الطعام؟ زيادة ملحوظة. يعني إيه كلمة زيادة هنا؟ increase. 62 investing in الاستثمار في الطاقة الإيه؟ أكيد renewable. يعني كلمة renewable الطاقة متجددة. crucial كاتبها لك في السينونيمز والانتونيمز على فكرة. crucial معناه ضروري أو حاسمة. 63 innovation معناها الابتكار. الابتكار is what truly helps to الابتكار هو اللي بجد بيساعد ان انت ايه؟ التقدم. ايوه ندفع بالتقدم، نقود التقدم، ندفع بالتقدم لقدام. هي كلمة drive. الراجل اخره فين؟ cultural festivals المهرجانات الثقافية اي مالها بقى مثل بقى المهرجانات الثقافية بقى؟ عادة ايه؟ cultural understanding التفاهم الثقافي. بتعمل ايه هنا؟ فوستر. طبعا ايه كلمة فوستر يا شباب؟ فوستر معناها بتقوي او بتعزز. Many nations الكثير من البلاد are striving بيجاهدوا ايه؟ reliance انا اسف. reliance معناها الاعتماد on fossil fuels على الوقود الحفري to combat اللي هي معناها يكافحوا، عشان بيكافحوا يعني او بيحاربوا او بيكافحوا climate change تغير المناخ. الكثير من البلاد بيجاهدوا او بيحاولوا ان هم يعملوا ايه في الوقود الحفري. هل هم عايزين يدعموا؟ لا طبعا، هم عايزين يعملوا ايه؟ reduce. يعني كلمة reduce هنا يا جماعة؟ يقللوا فكرة الوقود الحفري عشان يحاربوا تغير المناخ. The gallery المعرض hopes to بيأمل ان هو ايه؟ artistic collaboration تعاون فني. طبعا بيشجع التعاون الفني. يعني كلمة encourage يشجع تعاون فني. 67 the program البرنامج facilitates يسهل. يعني كلمة facilitates يا شباب يسهل. البرنامج بيسهل not exchange التبادل الايه؟ عبر الطلاب، عبر زيارات الطلاب through student visits. يبقى التبادل ايه بقى يا ترى؟ التبادل ايه؟ ايوه صح، ثقافي cultural. 68 the discussions يعني كلمة discussions اللي هي معناها النقاشات. aimed to بتهدف اللي هي ايه؟ their partnership الشراكة بتاعتهم. النقاشات يا جماعة بتهدف إلى إيه؟ الشراكة. أكيد تعمق الشراكة. يعني كلمة يعمق هنا يا شباب deepen. بعدين بقى معلش يا جماعة المدرسين 69 المدرسين إيه؟ a vital role دور حيوي. يا ترى المدرسين إيه دور حيوي بيلعبوا؟ يعني كلمة يلعب play. حلو. 70 the aid package يعني كلمة aid package الباكج بتاع المساعدات. المساعدات was specifically بشكل محدد designed for
مصمم ليه بشكل، بص كلمة specifically بشكل محدد جدا، مصمم لمناطق areas معناها مناطق. يا ترى مناطق ايه؟ targeted طبعا، يعني كلمة target مناطق مستهدفة بعينها، كلمة مستهدف يعني حاجة معينة كده. بس السينونيمز والانتونيمز المعتمد على الانتونيمز اللي انا كنت سايبهم لك هتلاقيهم في الجدول فوق. الجرامر ده كله طبعا احنا خلصناه ماشي. يعني اول سؤال بسم الله كده في الجرامر، ده والله وجعتني جدا. اول سؤال في الجرامر AF، اول سؤال بسم الله الرحمن الرحيم. I can't make up my mind معناه مش عارف اقرر حتى الان. خد بالك اهو، مش عارف اقرر حتى الان اللي هي كلمة make up my mind معناها يقرر، بتساوي كلمة decide. مش عارف اقرر لغاية دلوقتي. القضية يعني ايه كلمة study؟ تدرس. هل القضية بتدرس ولا بيتم دراستها؟ تقول لا القضية بيتم دراستها. طالما احتاجنا نقول كلمة تم أو يتم كنا بنطبق إيه لو تفتكر؟ مجهول. His explanation شرحه is easy سهل وإيه من هنا يا جماعة؟ understandable. السؤال ده على فكرة هو مش عندك بس أنا حطيته لك رخام. يعني كلمة understandable اكتب فيها مفهوم. طريقتك مفهومة. Your way isn't understandable. شرحك مفهوم. مثلا أقول لك your explanation is understandable. شرحك مفهوم. مفهوم معناه understandable. now الآن ده مضارع مستمر بس للأسف والله للأسف فعل believe لا يأتي في المستمر، فلذلك بختار مضارع بسيط. الآي في المضارع البسيط كان بيجي مع فعل مصدر. طيب 4 I like that blanket. blanket معناها بطانية. أنا بحب أوي البطانية دي والله. هي إيه؟ ناعمة. أيوه تعالى بقى feel بقى. هي feel جاية بمعنى إيه؟ بص feel لو جاية بمعنى كلمة يشعر يبقى مستمر. أمال لو جاية بمعنى كلمة استنى مستر، أمال لو جاية بمعنى كلمة ملمسه أو ملمسها قال لك مضارع بسيط. لازم تكون حضرت الحصة لازم. ماشي يا مستر. لا يا مستر جاي بمعنى كلمة ملمسها مضارع بسيط. في المضارع البسيط المفرد بيجي مع فعل آخره اس. feels. 5 look over there. بص هناك البنك نقط. هو البنك هو اللي بيسرق؟ ما الرب معناه يسرق. البنك بيسرق ولا البنك تم سرقته؟ تقول لي لا يا مستر البنك تم سرقته او بيتم سرقته. فطالما محتاج تقول كلمه تم ويتم كنا بنطبق ايه على طول؟ passive مجهول. is being robbed. حلو قوي السؤال ده. I used to have انا اعتدت ان انا املك عربيه صغيره بس دلوقتي انا ايه؟ واحده كبيره. من الاخر have هنا جايه بمعنى كلمه ايه؟ have جايه بمعنى كلمه ايه؟ تعالى كده بص فين انا همسح لك ده كده. معرفش انا بعمل ايه بس قشطه يعني. صلى على النبي يا جماعه. بص كده. يوه ايوه كان عندي فعل اسمه think وفعل اسمه feel وفعل اسمه see وفعل اسمه weigh وفعل اسمه measure وفعل اسمه look وفعل اسمه have. كان عندي فعل زي كلمة be think feel see weigh measure look have be. ودلوقتي هجيبها لك تاني استنى عشان بس ايه نخلص على طول. انا عايز اجيب لك الاسئله اللي موجوده هنا فاهم. تيست وسميل ماشي. تيست وسميل حاجه تانية غير تيست وسميل عشان الله خلاص ذمتي خلاص كده. تيست وسميل تيست وسميل تيست وسميل ده اللي موجود هنا.
هنكتب هنا taste و smell. مالهم يا مستر الافعال دي؟ الافعال دي كل فعل من دول يا جماعه وليه معنيين، كل فعل من دول وليه معنيين. معنى باللون الاسود، ولو جه باللون الاسود يبقى مستمر، ومعنى تاني باللون الغريب ده لو جه معنى يبقى بسيط. يعني كلمه زي كلمه think لو جايه بمعنى كلمه يعتقد طبق مضارع بسيط. امال لو جايه بمعنى كلمه يفكر طبق مضارع مستمر. واخد بالك لحد هنا؟ ما كانش حضرتها معايا. طب تعالى في لو جاي بمعنى كلمه ملمسه خلاص مضارع بسيط. سي لو جايه بمعنى كلمه يرى بسيط. وي لو جايه بمعنى كلمه وزنه او وزنها او وزني. ميجر لو جايه بمعنى كلمه مقاسه او مقاسها. لوك لو جايه بمعنى كلمه لوك لو جايه بمعنى كلمه يبدو بسيط. هاف لو جايه بمعنى كلمه يملك بسيط. بي امتى بحطها از وار وام؟ از وار وام الفيرب تو بي ده اللي هو از وار وام زائد صفه لو بتتكلم على وضع دائم. وضع ايه؟ دائم. طب تيست لو جايه بمعنى كلمه طعمه او طعمها. سميل لو لقيتها جايه بمعنى كلمه ريحته او ريحتها. كل الكلام ده كده لو جايب اللون ده كده طبق مضارع بسيط. امال يا مستر فيل دي بقى لو جايه بمعنى كلمه يشعر مستمر. سي لو جايه بمعنى كلمه يقابل مستمر. وي لو جايه بمعنى كلمه يوزن. ميجر لو جايه بمعنى كلمه يقيس. بعت لك الحصه والله. لوك لو جايه بمعنى كلمه ينظر. هاف لو جايه بمعنى كلمه بص بقى يتناول ويأخذ ويقضي. واحد بيقضي وقت مستمر. بي امتى بحط از وار وام؟ از وار وام زائد being زائد صفه. امتى الكلام ده؟ فاكر؟ لو كنت بتتكلم في هنا وضع ماله مؤقت. تيست لو جاي بمعنى كلمه يتذوق مضارع مستمر. سميل لو جاي بمعنى كلمه يشم مضارع مستمر. ده كان الملخص. انا عايز اعرف هنا هاف جاي بمعنى كلمه يتناول ولا يقضي ولا يملك. بقول لك انا كان عندي عربيه صغيره بس دلوقتي انا عندي واحده كبيره. املك واحده كبيره يبقى مضارع بسيط. في المضارع البسيط الاي كان بيجي مع فعل مصدر هاف. تعالى هنا بقى. The flight to London الرحلة إلى لندن. رحلة الطيارة إلى لندن حاجة الساعة 7. ده ميعاد غير عاقل مضارع بسيط. مواعيد الثابتة مضارع بسيط. في المضارع البسيط المفرد بيجي معاه فعل آخره إيه؟ اس takes. 8 The teachers got angry. التيتشرز كان متضايق جدا when he was عندما هو تم إيه؟ فاكر السؤال ده لما حليناه سوا؟ المدرس كان متضايق جدا لما هو تم ايه؟ مقاطعته. لما في حد قطعه. يعني كلمة يقاطع interrupted. interrupted معناها يقاطع. 9 ازعاج don't disturb معناها يزعج معايا. طالما جاية أي مثال فيه إزعاج أو مضايقة مضارع مستمر. is having. The shop assistant البياع حاجة الجبنة. البياع حاجة الجبنة. شوف بقى كلمة وي جاية معنى كلمة إيه؟ يا ترى البياع وزنه الجبنة؟ ولا البياع بيوزن الجبنة؟ بيوزن. يبقى أنا عايزها مستمر. is weighing. This young man هذا الرجل speaks English بيتكلم إنجليزي بإيه هندي؟ يا ترى بمنتجات هندية؟ spices معناها توابل. توابل هندية؟ لا أمال بإيه هندي؟ accent لهجة هندية. عارف أنت كنت المفروض تحل أسئلة جرامر بس دول كده حطيتهم لك النص يعني معلش. Indian ماشي. 12 The water المية ايه على البوتاجاز. Turn it off اقفلها يا ابني. اقفلها. المية بتغلي على البوتاجاز اقفلها. شيء بيحدث اثناء الكلام. بقول لك المية بتغلي على البوتاجاز اقفلها يا ابني. تنبيه وطلب. اي مثال فيه حاجة من اللي انا قلتها دي كان بيبقى مضارع ايه على طول؟ مستمر. طيب After 10 hours of hard work بعد 10 ساعات من الشغل الجاد علاء فاروق ايه؟ exhausted now مرهق دلوقتي. علاء فاروق ايه مرهق دلوقتي؟ علاء فاروق يبدو مرهق دلوقتي. يعني ايه كلمة يبدو؟ دوكس. قاعد فاهم صورت فيديو اولى ثانوي وثانيه ثانوي. يا جماعه الفترة دي بجد الواحد ما بينامش. بجد بتاعت انا طالع عين امي ما بنامش دي بجد.
فبعد 10 ساعات من العمل علاء فاروق ايه مرهق. لوك هنا يا اما يبدو يا اما ينظر. علاء فاروق ايه مرهق؟ ينظر مرهق ولا يبدو؟ يبدو. طالما جاي معنا كلمه يبدو يبقى مضارع بسيط. لوكس. 14 I think this box اعتقد ان هذا البوكس نقط 10 كيلو جرام. البوكس ده وزنه مضارع بسيط. واو this soup الشوربه دي ايه حلوه؟ الشوربه دي تتذوق حلوه ولا طعمها حلو؟ طعمها مضارع بسيط. ارجع للصفحه اللي كنا كاتبينها. 16 My family عائلتي ايه a party حفله هذه الجمعه. قلنا الحفلات اعياد ميلاد مناسبات مضارع مستمر. مش المضارع المستمر ده كان بيجي مع اي حاجه فيها ترتيب؟ يا مستر مضارع مستمر خلاص. is having. مستر اي اف علاء فاروق rarely نادرا لما بياكل فاست فود. but these days بص كلمه these days كلمه داله صريحه على المضارع المستمر. بعدين في حاجه هنا تاني تغير يا اخي تغير. مستر علاء نادرا ما بياكل اكل من بره بس الايام دي يعني هو بدا ياكل بقى عشان هو بيسافر لوحده والكلام ده كله. تغير. التغير برضو مضارع مستمر وكلمه these days هي كلمه داله على المضارع المستمر. 18 shrimps الجمبري. الجمبري ايه لذيذ؟ الجمبري ايه لذيذ بقى؟ ها الجمبري يتذوق لذيذ ولا طعمه؟ طعمه للتيست. The glass of these windows الازاز بتاع الازاز بتاع الايه؟ بتاع الشبابيك ده ايه؟ ناعم. ملمسه ناعم. ملمسه ناعم. فين كلمة ملمسه هنا يا جماعة؟ feel. ملمسه ناعم. 20 I not my old house next month. أنا حاجة بيتي القديم next الشهر الجاي. Everything is arranged. خط على arranged فورا. مضارع مستمر. الترتيب مضارع مستمر. في المضارع المستمر is و are و am زائد ing. 21 sorry متأسف والله. The manager المدير can't take your call. المدير مش هينفع ياخد المكالمة بتاعتك والله أصل هو عنده meeting مش هيعرف يعمل حاجة عشان بيعمل حاجة تانية. لو مش هيعرف يعمل حاجة عشان بيعمل حاجة تانية بيبقى مضارع ايه؟ مستمر. طب في المضارع المستمر is having على طول. look بص everyone on the bus كل شخص في الأتوبيس حاجة at you عليك. at you معناها عليك. فكل شخص في الأتوبيس يبدو عليك ولا ينظر إليك بمعنى أصح. بص حتى كده what have done or said. حلو قوي الجملة دي اكتبها لك حلوة والله. يعني كلمة what have done or said ايه اللي حصل ولا ايه اللي اتقال؟ ده كل شخص في الاتوبيس بيبص عليك بينظر اليك او بيبص عليك. طالما جاي معنى كلمه ينظر فانا عايزها مضارع مستمر. 23 now الان انا حاجه of buying اشتري عربيه جديده. يا ترى think هنا ينفع اقول انا اعتقد اشتري عربيه جديده ولا انا افكر ان اشتري عربيه جديده؟ تقول لي طبعا جاي هنا معنى كلمه يفكر. فين كلمه يفكر؟ الاي هتيجي مع الام زائد فعل اخره اي ان جي. السؤال ده من اولى ثانوي. بقول لك نقط is a collection مجموعه من الصفحات on diary. لا هو اصلا متجاوب المفروض كده تبقى الاجابه دايري اللي هي معناها يوميات. السؤال ده من اولى سيبه. My parents أنا والدي إيه a news program برنامج بتاع أخبار على التلفزيون. لذلك I can't watch them. مش عارف أتفرج على الماتش. مش عارف أتفرج على الماتش عشان بابا وماما بيتفرجوا على برنامج بتاع أخبار. مش عارف تعمل حاجة في حاجة تانية. صح. وشيء بيحدث أثناء الكلام. برضه صح. مضارع مستمر. are watching. I don't understand. أنا مش فاهم. why he behaves لماذا هو يتصرف. behaves معناه بيتصرف. والله انا مش فاهم هو ليه بيتصرف like this بالطريقه دي يا عم. هو نقط حاجتي without asking من غير ما يسال. يعني كلمه تك الاول تك معناه ايه؟ بياخذ حاجتي منه ودايما بياخد حاجتي من غير ما يسال. دي عاده. مش في هنا في الاجابات كلها كلمه always. دايما بياخد حاجتي من غير ما يستأذن without asking من غير ما يسال. عادة عادية ولا مزعجة؟ مزعجة واتضايق. مضارع مستمر. طيب بقت لتر بي غلط واخر واحدة غلط. السؤال هنا بقى always بتيجي بعد is ولا قبل is؟ ده السؤال بس. always لا دائما
بتيجي بعد is ولا قبل is؟ لو تفتكر الكلام ده قلته في كل الحصص always وusually sometimes وoften والكلام ده بيجوا بعد الفيرب تو بي. بعد الفيرب تو بي، يعني بيتحط الاول الاز والار والام والوز والوير وبيجي بعديهم usually sometimes often always الكلام ده كله. فظروف التكرار frequency بتيجي بعد الفيرب تو بي. فبالتالي الاجابه السليمه هنا is always taking. 27 محمد ايه شاور عايز اقول هي هل هنا جاي معنى كلمه يملك شاور ولا ياخذ شاور؟ ياخذ مضارع مستمر. is having. ماما حاجه الشوربه ذا سوب معناها الشوربه. ايوه تتذوق مستمر. الكثير من الناس نقط ذات ان الاهلي افضل فريق في افريقيا. الكثير من الناس ايه الاهلي افضل فريق في افريقيا؟ الكثير من الناس بيعتقدوا، هي ثينكينج معايا هنا، يفكروا ولا يعتقدوا؟ بيعتقدوا ان الاهلي افضل فريق في افريقيا. طالما جايب معنى كلمه يعتقد يبقى انت عايز مضارع بسيط. في المضارع البسيط الاسم الجمعي زي people اسم جمع بيجي معاه فعل مصدر think. 30 بقول لك انا جاري شيء بيحدث اثناء الكلام، جاري حاجه عربيته في الحديقه and making much noise وعامل ضوضاء عاليه قوي. فانا عايز اقول جاري بيصلح العربيه في الحديقه وعامل ضوضاء عاليه، ده شيء بيحدث اثناء الكلام. ومن كلمه بيعمل ضوضاء عاليه فالموضوع فيه ازعاج، فانا عايز مضارع مستمر. معلومه على فكره. وبكده حبايبي الغاليين اخواتنا الصغيرين الحمد لله واجب يونت 1 بارت 2 ثانيه ثانوي الحمد لله خلص على خير. فاتمنى حضرتك تشوف بقى الفيديو وانت فايق ومروق دماغك كده حبيب قلبي، لان الموضوع اللي جاي يعني ان شاء الله يكون سهل يعني عليك باذن الله. اشوفكم على خير باذن الله الفيديو الجاي. بس كده يا عم، السلام عليكم.